اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم التاني شويه وش مع دكتوره مي نجيب. الحلقه دي هي الحلقه الثانيه من سلسله الغير معتذرين. وشفنا في الحلقه اللي فاتت ليه في ناس عندهم مشكله ان هم مش بيقدروا يعتذروا. ايه سيكولوجيه الغير معتذرين دي هي اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وهنكملها المره دي. وهنقول ان من ضمن سيكولوجيه الغير معتذر ان المعتذرين عامة بيبقوا عندهم هدف اساسي، هو فكرة ان انا عايزة اهدي الصراع، عايزة اهدي المشاكل. انا غلطت وعارف ان انا غلطت، فعشان اهدي المشكلة وبهدي الناس اللي حواليا وبحبهم فانا بقول انا اسف او انا فعلا غلطان، فانا بقر الغلط ده وبعتذر عنه. لكن الغير معتذر بيبقى عنده مشكلة باني بيبقى اعتقاده بان الصراع ده مش هينتهي لغاية كده، لكن الصراع ده هيولد صراعات تاني، في ان الناس هتبتدي نظام لقيت عليا غلطة فهتبتدي تدور وتلاقيني 100 غلطة وغلطة، فهنبتدي تبقى خايفة. الغير معتذر في سيكولوجيته في نفسيته بيبقى عنده اعتقاد باني لو اعتذرت المرة دي او اعتذرت مرة ده معناها ان انت هتطلع لي اخطاء كتير، انا مش قابل ان حد يقول لي غلطان. ليه؟ عشان صورتي عن نفسي ما تتأثرش. انا الملاك، انا الهادي، انا اللي لساني ما بيغلطش، انا كل الحاجات دي صورتي عن نفسي وكينونتي قدام في عينيا وفي شكلي، ودي الصورة اللي انا رسمها عن نفسي. فكون اني اقول انا غلطان واقر بغضب، او في حد يقول لي انت غلطت في الحاجة الفلانية، ده معناها ان انا صورتي عن نفسي وانا هفتح على نفسي فواتح انا غنى عنها بصراحة. يعني هقول انا غلطان، لا، انا في مقابل ان انا ما اقولش انا غلطان ببتدي ابرر وادي تبريرات. ما انت عملت، ما انت قلتي، ما حصل كذا، انا ما حصلش، ممكن انكر اللي حصل تماما، ما حصلش ده، ما حصلش وما حصلش وما حصلش، وانت شايفة الامور غلط. هو بيبقى بيعمل ده كله ليه؟ علشان خايف مني اطلع كمان اخطاء تانية وغلطات تانية، وانا قدام نفسي في سلسلة من الاخطاء الكبيرة اللي انا مش عارف اتعامل معاها مع نفسي في نفسي انا. الحاجة التانية ان احنا لو طرفين وانا اقريت ان انا غلطان، ممكن منتهى البساطة اشيل الغلط كله. يعني ايه؟ يعني مادام انا قلت انا غلطان فهتطلع انت بريء، فانا مش غير معتذر مش عايزه اشيل الشيله واقول انا غلطان. ده اعتقاد برضه خاطئ، فاني يعني اني عاده ما بيكونوا الطرفين عندهم خطأ، مش بس طرف واحد. اقراري بان انا غلطان هيشجع اللي قدامي كمان ان هو يقول انا غلطت في الحاجه الفلانيه، لكن عدم اقراري بغلطي وطريقة تبرير نفسي ومحاولتي بإثبات أن التهمة عليه مش عليا بتخلي الصراعات تزيد وتكبر. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لكم ومهمة جدا الحقيقة، أن الواحد العلم بقى اكتشف أن اللي قادر أن هو يعتذر نفسيا أقوى، وفي نفس الوقت علاقاته عميقة أكتر وقريبة أكتر. ليه؟ لأنه ما بيضطرش إن هو يبعد عن الناس وعن العلاقات العميقة عشان خايف من هو يغلط. لا، هو عنده استعداد يغلط وعنده استعداد يعترف بالخطأ ومرن في إن هو يقبل إن هو غلطان، ويقبل إن هو صورته ما هياش كاملة، وإن هو شخصية لا تخطأ أبدا، وإن هو ملاك، وان هو لا، هو مرن وعارف ان هو عنده اخطاء ويقدر يغلط ويصلح من الغلط ده، ودي فيه مرونة نفسية بتخليه يقبل ده. الى جانب ان علاقات المعتذر علاقاته دايما افضل وفي نفس الوقت اقوى، ولا يميل ابدا لفكرة ان احنا هنبعد عن الناس دي علشان ايه؟ لا يغلطونا ولا نغلطهم، كل واحد في حاله. انا اقبل ان انا اقعد وحيدة عن اني اعتذر واقول لحد ان انا غلطت. دي كانت سيكولوجية الغير معتذرين.
وهننزل بسلسلة تانية جديدة حلوة قوي برضو زي الغير معتذرين كده. استنونا. شكرا.